تنمي ذكاء ابنك، عايز الرابط يبقى قوي بينك وبينه، العبي معاه اللعبه دي. جاهز يا ياسر؟ جاهز يا ماما. اكيد؟ اكيد. طيب السؤال الاول، كم عدد ارجل العنكبوت؟ 8. 8 يعني مش 6 7 9؟ لا هما 8. وانت عرفت منين؟ انت عديتهم؟ لا وانا بعرف قصص عنه وبقرا عنه كتير. ماشي. ما هي عاصمة مصر؟ القاهرة. يا واد يا جامد. ما هي الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي؟ البرتقال. البرتقال؟ طب ما ممكن يبقى الموز مثلا. لا البرتقال. انت عايزة تغلطيني. يعني مش هلخبطك ابدا؟ لا. ماشي. طيب هنشوف بقى السؤال ده، طبعا مش هيعرف يجاوبه اكيد. ماشي. شو وريني شطارتك. ما هي الفاكهة التي تحتوي على بذورا على السطح الخارجي؟ الفراولة. هي يعني ايه اصلا تحتوي على بذورا على السطح الخارجي ده؟ انا مش فاهمه حاجه. يعني فيها بذور من بره، البذور باينة عليها من بره. تصدق الفراوله فعلا هي اسمها الفراوله. ما تمشيش معاك الفراوله يعني؟ لا انا بقولها باللغة العربية. ماشي يا عم. طيب ده انت بتحب الحصان بقى قوي. وانا عارفه. ماشي. هو الجمل طبعا. السؤال اللي بعده يا ياسر. جاهز طبعا. ما هو المشروب الاكثر استهلاكا في العالم؟ انت عارف الماء. يعني ايه؟ طلع عارف يعني ايه. طبعا. ما هو الحيوان الذي يستخدم ذيله للسباحه؟ التمساح. تمساح؟ لا السمكه. لا التمساح. لا السمكه. التمساح. لا السمكه. السمكة عندها حراشف. حراشف؟ الأسئلة دي بتنمي ذكاء ابنك جدا، جربيها معاه دايما. خليني دايما افكرك ان انتي اهم شخص في حياة ابنك.